عزيزي المستمع، سيبك شوية من زحمة الحياة وخد هدنة من المسؤوليات اللي مش هتخلص. ريح عينك من إزعاج الشاشات ومتابعة الترندات المملة، وتعالى معانا في استراحة ممتعة نعيش فيها أحلى مود ونقضي فيها أجمل الأوقات ونسمع أحلى الحكايات والموضوعات. يلا يا عزيزي، امسك الريموت واعمل لكل اللي حواليك ميوت، وتعالى معانا في حلقة جديدة من نسمة صوت. قبل ما نبدأ كلامنا يا عزيزي، عايزك كده تعمل فنجان قهوة مظبوط بن تقيل وتروق بالك معايا، علشان حكايتنا النهاردة عن أغرب فنجان قهوة هتشربه، قصدي هتسمع عنه في حياتك. هنروح مع بعض مشوار قريب كده لحد القاهرة. لا، مش بالمترو يا عزيزي، بخيالنا، لأننا مش هنروح القاهرة بتاعتنا دلوقتي. إحنا هنرجع حبتين بالزمن ونروح القاهرة أيام المماليك، يعني تقريباً في أواخر القرن ال15. وخليني أرسم لك صورة عن القاهرة، مدينة الألف مأذنة، قلب العالم الإسلامي النابض. شوارعها تعج بالحياة، أسواقها تضج بالبضائع، والمماليك فرسان الحرب، هم أسياد المشهد، وقصورهم ومدارسهم ومساجدهم شاهدة على قوة وسلطان دولتهم، والحياة تسير بوتيرة معينة. عزيزي المستمع، في ظل حالة الهدوء دي فجأة ظهر على مسرح الأحداث مشروب جديد جالنا من بلاد اليمن السعيدة، لونه أسود داكن، رائحته نفاذة وغريبة، وطعمه لا يشبه أي مشروب عرفه الناس قبل كده. المشروب ده اسمه القهوة. أيوة، القهوة بتاعتنا دي. بس تفتكر يا عزيزي المشروب ده ساعتها ممكن يعمل إيه في بلد كبيرة زي مصر؟ سمعتك بتقول في بالك هيعمل إيه يعني؟ لا يا عزيزي، المشروب ده عمل كتير قوي، لدرجة إنه هيصبح قوة لا يستهان بيها، قوة قادرة على تغيير ملامح الحياة الاجتماعية، بل وحتى تحدي موازين القوى السياسية القائمة. طبعاً أنت عايز تعرف إزاي؟ أوكي، كمل معايا وأنا هقولك. الحكاية بدأت لما مجموعة طلاب يمنيين بيدرسوا في الأزهر جابوا معاهم شوية بن لمصر عشان يشربوا القهوة بتاعتهم. في الأول خالص الموضوع كان على الضيق قوي، ومحدش يعرفه تقريباً غير شوية صوفيين في الزوايا على شوية من مجذوبين التكية. تخيل معايا كده عزيزي المستمع، الناس الصوفيين دول كان بيدوروا على حاجة تخليهم صاحيين ومركزين في ليالي الذكر والعبادة الطويلة، وطبعاً لقوا في القهوة طلبهم. كانوا بيحمصوا البن ويطحنوه وبعدين يغلوه ويشربوا ميته. بس طبعاً سر القهوة بيفوح في كل مكان زي ريحتها بالظبط. بدأ المشروب يتسرب بره الأماكن الضيقة دي، والناس بطبعها بتحب تجرب كل جديد، والجديد دايماً زي ما انت عارف يا عزيزي ليه طعم تاني. شوية بشوية الناس بدأت تدوقها وبعدين تتكلم عنها، ومن هنا بقى بدأت أول خناقة فكرية ودينية حوالين القهوة. رجال الدين نفسهم اتقسموا نصين، فريق شاف إنها خير وبركة بتساعد على العبادة وبتنشط المخ، وفريق تاني بصلها كده بقلق وشك، هل دي نوع من المسكرات زي الخمرة؟ ولا ليها تأثير وحش على الجسم والعقل؟ وفجأة يا عزيزي الدنيا ولعت، نقاشات فقهية حادة، وسيرة القهوة بقت على كل لسان، مرة يشبهوها بالخمرة ومرة بالحشيش. تخيل بقى فنجان قهوة بسيط يعمل كل الدوشة الفقهية دي. وهنا نسأل نفسنا، طب الناس العادية عامة الشعب عملت إيه في الموضوع ده؟ أقولك، مع انتشار القهوة بين عامة الناس طبيعي إنهم يحتاجوا مكان مخصوص يشربوها فيه وتتقدم لهم بأحلى صورة ومزاج، ومن هنا اتولدت بيوت القهوة.
أو زي ما بنقول عليها دلوقتي القهاوي. في الأول كانت أماكن بسيطة خالص، يمكن دكان صغير كده فيه كام قعدة خشب أو حصير على الأرض وسبرتاية يعملوا عليها القهوة. بس الأماكن البسيطة دي بسرعة البرق اتحولت لحاجة أكبر وأخطر بكتير. ما بقتش مجرد مكان بيتشرب فيه قهوة وتقوم، لا يا صاحبي، دي بقت زي برلمان شعبي صغير كده على جنب، أو صالون ثقافي مفتوح للكل. تخيل معايا المنظر ده عامل إزاي؟ كمان عزيزي المستمع، في ركن كده ممكن تلاقي تجار قاعدين بيخلصوا صفقاتهم، بيتكلموا عن أسعار الحرير والتوابل اللي جاية من الشرق أو القماش الأوروبي. وفي ركن تاني مجموعة مثقفين وأدباء قاعدين بيتناقشوا في آخر أخبار العلم والفكر، بيقروا شعر أو بيتجادلوا على تفسير آية قرآنية أو حديث. وفي الركن التاني تلاقي شوية من عامة الناس قاعدين بيسمعوا الحكواتي، وهو بيحكي قصص عنترة وأبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، أو مركزين قوي مع ماتش شطرنج أو دور طاولة. القهوة يا صاحبي بقت شباك الناس بتبص منه على الدنيا، ومدرسة بيتعلموا فيها اللي مش لاقينه في الكتب. بقت المكان اللي العلاقات الاجتماعية بتتعمل فيه والأفكار بتطير فيه بحرية ما كانتش موجودة في أي حتة تانية بنفس الشكل. كانت مسرح للحياة اليومية بكل حذافيرها. لكن فجأة عزيزي المستمع دخلت القهوة في منطقة الخطر. طبعاً اللمة الحلوة دي بتاعت الناس والكلام اللي رايح جاي من غير رقابة ده ما كانش على مزاج حكومة المماليك. المماليك بطبعهم العسكري الناشف ده كانوا بيحبوا كل الخيوط تبقى في إيديهم. فكرة إن في أماكن الناس بتتجمع فيها ومش تحت عينيهم على طول وبيتكلموا بحرية ممكن توصل لدرجة إنهم بيقطعوا في فروة الولاة والأمراء دي كانت كابوس بالنسبة لهم. بدأت التقارير تتكتب وتوصل لديوان السلطان والأمراء الكبار. تجمعات مش تمام، مضيعة للوقت، كلام ممكن يولع الدنيا فتنة. ده غير الضغط من شوية رجال دين متشددين فضلوا شغالين حملة ضد القهوة، بيعتبروها باب من أبواب الفساد والتحلل الأخلاقي. طبعاً تفتكر المماليك هيعملوا إيه؟ بالظبط يا عزيزي، زي ما توقعت كده. الحكومة المملوكية ما سكتتش، بدأت حملات منع وقمع. كتب التاريخ بتحكي إزاي عساكر الدولة كانوا بيكبسوا على القهاوي، يكسروا العدة بتاعتها ويجرجروا أصحابها وزباينها للسجون. كانت أسود أيام على كيفة البن وأصحاب القهاوي. بس يا ترى الحملات دي نفعت؟ هل الناس خافت وبطلت تشرب المشروب الأسود اللي اسمه القهوة ده؟ برافو عليك يا عزيزي، أكيد الموضوع ده جاب نتيجة عكسية، لأن الممنوع دايماً مرغوب وله طعم تاني. المنع ده زود تعلق الناس بالقهوة وبالقهاوي أكتر. القهوة خلقت مكان جديد للناس تتكلم فيها بحرية. قبل القهاوي الكلام المهم كان محبوس في قصور الأمراء أو بين التجار الكبار أو في حلقات العلم في الأزهر. القهاوي فتحت الباب لعموم الناس إنهم يسمعوا ويشاركوا ويعبروا عن رأيهم. دي لوحدها كانت ثورة اجتماعية ماشية على الهادي. القهوة كسرت حواجز بين طبقات الناس. صحيح الفروقات الاجتماعية كانت لسه موجودة زي ما هي، بس القهوة كانت بتجمع ناس يمكن ما كانش ليهم أي فرصة يتقابلوا أو يتكلموا مع بعض في أي مكان تاني، وده خلق نوع من الوعي المشترك بين الناس. القهوة بقت مركز للأخبار والمعلومات في زمن ما كانش فيه جرايد ولا تلفزيون ولا إنترنت. من الآخر كده يا عزيزي تقدر تقول إن القهاوي سحبت جزء من القوة الناعمة والنفوذ من المؤسسات التقليدية بتاعت الدولة والمجتمع وحطتها في إيد شرائح أوسع من الناس. ما بقاش الحاكم أو الأمير هو بس اللي عنده منبر بيتكلم منه أو مكان بتتكون فيه الآراء. بقى فيه منافس جديد بسيط في شكله لكن تأثيره زي الديناميت، فنجان القهوة والناس اللي بتتلم حواليه.
المشروب اللي بدأ كعادة لشوية صوفيين عايزين يسهروا للعبادة انتهى بيه الحال كأداة تغيير اجتماعي وسياسي محدش كان عامل حسابه عليها ولا حد قدر يوقفها. المرة الجاية عزيزي المستمع وانت بتشرب فنجان قهوتك الصبح كده عشان تفوق أو قاعد مع شلتك على القهوة بالليل، افتكر إن المشروب اللي في إيدك ده وراه تاريخ طويل من الخناقات والأفكار والتغيير. وختاماً يا عزيزي، دعوة للتأمل والتفكير. يا ترى إيه هي قهوة المماليك في عصرنا الحالي؟ إيه الحاجة البسيطة اللي ممكن تكون بتغير حياتنا ومجتمعاتنا دلوقتي من غير ما ناخد بالنا من عمق تأثيرها؟ وزي كل حاجة حلوة في الدنيا، لقائنا معاك عزيزي المستمع انتهى بسرعة، لكن موضوعاتنا لسه كتير ملهاش نهاية. خليك دايماً قريب مننا عشان دايماً على موعد معاك وحلقة جديدة من حلقات نسمة صوت.